معظم الفاوندرز بيهتموا جدا بشكل البراند، بس قليل منهم اللي بيهتم البراند ده بيعيش فين. البراند بيعيش هنا في دماغ الكاستمر بتاعك، والمكان ده المينتال سبيس اسمه البراند بوزيشننج. لو هنيجي بكل بساطه نعرف ايه هو البراند بوزيشننج، هو المساحه اللي البراند بتاعك واخدها في دماغ الكاستمر بتاعك، وعشان تلاقي المساحه دي محتاج تشتغل بفريم ورك معين. وفي الفيديو ده انا هوريك البراند استراتيجي فريم ورك اللي انا بشتغل بيها. قبل ما نخش على الفريم ورك محتاجين نعرف البراند بوزيشننج ايه، ولكن تعالوا نعكسها. هو ايه اللي مش براند بوزيشننج اصلا؟ البراند بوزيشننج مش تاج لاين ومش سلوجان، وبالتبعيه مش مسج. هو اختصارا ليه العميل بيختارك انت عن باقي المنافسين حتى لو انت مش الارخص. وفي نفس الوقت تعريف تاني للبراند بوزيشننج ان ازاي انت عايز الكاستمر بتاعك يستقبل البراند بتاعك ويبقى مختلف عن المنافسين. البراند بوزيشننج واحد من اهم مفاتيح البراند استراتيجي، واللي تعتبر هي المين كور بالنسبه لي انا لما اجي اشتغل على اي براند استراتيجي. لو جيت سالت نفسك سؤال، هو ليه العميل المفروض يختارني انا ما اختارش البراندات التانيه، هتلاقي اجابته بسيطه جدا، وهي البراند بوزيشننج. فلو انت سالت نفسك السؤال ده وما لقيتش اجابه واضحه، فاعرف ان انت عندك مشكله في البوزيشننج ستيتمنت بتاعتك. البراند بوزيشننج عباره عن 4 elements. في الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا ان البوزيشننج بيتكون من 3 سي: الكاستمر، الكابابيلتيز، والكومبيتيتورز. بس كبوزيشننج استراتيجي بنزود حاجه معاه، وهي اليونيك فاليو بروبوزيشن، ودي هشرحها. بس خلينا الاول نخش على التارجت اودينس او الكاستمر. انت محتاج تعرف كويس انت بتكلم مين، بتخاطب مين. فبالتالي علشان تعرف انت بتخاطب مين لازم تدرس عميلك كويس جدا. الفكره مش في ان انت تحدد الجندر بتاعه، مش ان انت تحدد سنه. انت بتخش ديب اكتر، تعرف هما بيحبوا ايه، بيتجنبوا ايه، بيكرهوا ايه الصراعات اللي هم بيواجهوها، ايه المعتقدات اللي هم بيامنوا بيها. خليك عارف ان البوزيشننج بيبدا بالكاستمر بتاعك، لازم تدرسه كويس جدا وتعرف مشاكله. هنخش لتاني حاجه وهو الكومبيتيتيف لاندسكيب او الكومبيتيتورز بشكل عام. لازم تدرس الدايركت والاندايركت كومبيتيتورز علشان تفهم اللاندسكيب. لازم تحلل وتفصص، وانا قصدي بكلمه تفصص فعلا، كل حاجه عن المنافسين بتوعك، بدايه من الماركتنج ماتيريالز بتاعتهم، والبوزيشننج ستيتمنت بتاعهم، والكاستمر انتراكشنز. وتبدا تخش اكتر، مثلا تبدا تخش اكتر تشوف الويب سايت بتاعهم، اليو اكس بتاعه عامل ازاي، الكوبيز اللي مكتوبه، الكونتنت، التوناليتي بتاعتهم عامله ازاي. فلما تبتدي تفهم نقاط القوه والضعف للمنافسين بتوعك، هتقدر تحلل وتلاقي ان في جاب في السوق، وهي دي اللي احنا بنلعب عليها بحيث ان انت تميز البراند بتاعك. تعال نبسط الكومبيتيتيف لاندسكيب اكتر. انت مش هتعرف تنافس في مكان الا وانت عارف قدرات الناس اللي حواليك. لازم تعرف هم بيتكلموا ازاي وبيقولوا ايه، لازم تعرف البروميس اللي هم بيوعدوه، وهل هم فعلا بيقدموا او بيوعدوا او بيوفوا البروميس اللي هم بيقولوه ده ولا لا. ده من خلال ابسط حاجه ريفيوز للكاستمر بتاعهم، وازاي هم بيقدموا نفسهم للكاستمر بتاعهم. فلما تبدا تحلل وتدرس المنافسين وتدرس السوق كويس جدا، بتلاقي مساحه فاضيه، وهي دي اللي انت بتلعب عليها. الجزء اللي بعد كده وهو اليونيك فاليو بروبوزيشن. هي ميزه البوزيشننج استراتيجي بشكل عام ان هي داخله فيها قوي جزئيه الماركتنج، واليونيك فاليو بروبوزيشن برضو الماركتنج بيستخدمها كتير. لازم البراند بتاعك يكون عنده يو في بي او اليونيك فاليو بروبوزيشن، بحيث ان انت تتميز في السوق. لازم البراند بتاعك او الشركه بتاعتك تلبي احتياجات الاودينس بتاعك بشكل مختلف عن المنافسين. يعني مثلا عندك هيد اند شولدرز، بس هيد اند شولدرز البوزيشننج بتاعه ان هو بيحارب القشره، وشامبو رقم واحد ضد القشره، دايما بتشوف الكامبينز بتاعته. انما دوف معروف ان هو سموث اكتر، حتى التوناليتي بتاعته مختلفه والاودينس بتاعه مختلف، فكل واحد عنده اليو في بي بتاعته. طب اصلا ايه هي بقى اليو في بي او اليونيك فاليو بروبوزيشن، او بتتكون من ايه؟ هي بتتكون من 4 حاجات عشان نبسطها: البنفيتس اللي في البرودكت بتاعك او السيرفيس بتاعتك، الفاليو اللي انت بتقدمها، سولوشن للمشكله اللي انت بتحلها، والدريم اوتكم الناتج النهائي الاودينس لما يستخدم البرودكت او السيرفيس بتاعتك بيوصل لايه في الاخر، ايه الهدف اللي هو بيوصل. فهو ده اليونيك فاليو بروبوزيشن. فاليونيك فاليو بروبوزيشن باختصار مش ان انت بتعمل ايه احسن، على قد ما انت بتعمله ازاي باختلاف. فالاختلاف معناها بوزيشننج قوي. element هو البوزيشننج ستيتمنت، هو عباره عن بريف لكل اللي فات ده، بيوصل وبيختصر كل البراند اتريبيوتس المعقده لكلير مسج. فالكلير مسج دي بتسمح للبراند بتاعك ان هو يعرف نفسه بشكل مختلف عن المنافسين. طب احنا كده عرفنا الاليمنتس بتاعت البوزيشننج. طيب الكلام ده جميل جدا ككلام بس، لكن تطبيق عملي. تعال نخش في التطبيق العملي اكتر، او ازاي هنبدا نطلع كل حاجه. هنيجي لاول مرحله وهي مرحله الريسيرش.
هي العمود الفقري لاي استراتيجي انت بتشتغل عليها، لان هي بتعرفك شويه حاجات عن الماركت، عن الكاستمر بتاعك واهتماماته، عن الاستراتيجي بتاعت الكومبيتيتورز بتوعك والسوشيال ميديا بلاتفورمز بتوع الكومبيتيتورز بتوعك. الريسيرش ممكن يكون في فوكس جروب او سيرفي مثلا او انترفيوز، بس طبعا في الاغلب مش ده اللي بيحصل دايما. فدي اول خطوه وهي الريسيرش على كل الحاجات دي. كده فايل فيجما ده هتلاقيه في الديسكربشن بحيث تقدر تتفرج عليه مره واثنين وثلاثه. تاني حاجه عندنا وهي السيجمنتيشن. السيجمنتيشن انك تختار الابروتش الصح اللي يبقى ماشي مع البراند بتاعك والجابس اللي في السوق. في تقريبا 5 انواع بوزيشننج موجوده في السوق ومتعرف عليها. اول حاجه كواليتي بيست بوزيشننج استراتيجي، وهنا كل حاجه بتبان من اسمها. يعني الكواليتي هو معتمد اكتر انه بيقدم بريميوم برودكت، حاجه يعني حرفيه جدا جدا. هو رقم واحد عنده كفاليو هي الكواليتي. تقدر مثلا لو تتخيل اي براند من البراندات ممكن تقول عليه ابل على سبيل المثال. هنيجي لبرايس بيست بوزيشننج. هنا البراند بيبوزيشن نفسه ان هو افوردبل اكتر، ان هو سعره في المتناول بحيث ان هو اتراكت كاستمرز اكتر، بس ده بنسبه كبيره بيقلل من نسبه ارباحهم او بيقلل من البروفيت. هنيجي لثالث نوع وهو الكاستمر سيرفيس بوزيشننج. هو معتمد في المقام الاول على الكاستمر سيرفيس، بيحاول يقدم كاستمر سبورت باحسن شكل ممكن، لان ده بيساعد الشركات او البراندات ان هي بيبقى ليها ادفانتج على الكومبيتيتورز بتوعها، لان ده بيبين لك قد ايه الكاستمر سبورت بتاع البراند ده مهتمين بالكاستمر فعلا، فبالتالي الموضوع بيعود على البراند باللويالتي. ممكن كاستمر سيرفيس تفتكر برضو ابل او تفتكر اي براند انت اتعاملت معاه كان الكاستمر سيرفيس بتاعه كويس جدا. رابع نوع وهو الكونفينينس بيست بوزيشننج. ده ببساطه شديده انا بسهل عليك حاجه انت بتعملها. يعني مثلا الناس زمان كانت بتكنس بالمنشفه او بالمساحه او باي حاجه، دلوقتي لما اخترعوا المكنسه الكهربائيه فده سهل عليك اكتر. بس البوزيشننج ده محتاج تجارب كتيره جدا ومحتاج تيم كبير في الشركه نفسها بحيث ان هم يبداوا يعملوا تجارب، لان البرودكت اللي انت بتقدمه ده محتاج دايما يكون ابديتد ويكون دايما بيسهل على الكاستمر او اليوزر ان هو يستخدمه ويسهل له مهامه اليوميه. خامس حاجه هو الديفرنشيشن براند بوزيشننج، انك بتقدم يونيك برودكت او سولوشن بحيث ان هو يبعدك عن الزحمه. بس الفكره هنا ان البروميس اللي انت بتقوله للكاستمر بتاعك بيبدا يحط اكسبكتيشنز اكتر، فلازم توازن بين ان انت براند مختلف وفي نفس الوقت بتوفي بالبروميس اللي انت بتقوله. بعديها ان احنا هنكتب البوزيشننج ستيتمنت بتاعت البراند. والفكره من البوزيشننج ستيتمنت ان احنا بنحاول نوصل اليونيك فاليو بروبوزيشن للتارجت اودينس الصح عن طريق 6 خطوات. اول حاجه ان انت بتبدا تعرف الكاستمر بتاعك، تفهم الديموغرافيكس والسايكوغرافيكس والبيهيفير بتاعه. تاني مرحله ان انت بتعمل ريسيرش عن المنافسين. تاني مرحله بتدرس الكومبيتيتورز ستيتمنت وتبدا تحلل الاوبورتيونيتيز اللي فيها والجابس اللي انت تقدر تستغلها كبوزيشن ليك. تالت خطوه معانا ان انت بتبدا تكتب ليست بنقاط القوه والفيتشرز والسمات اللي بتميزك عن المنافسين. رابع خطوه ان انت بتبدا تترجم البراند اتريبيوتس دي لبنفيتس للكاستمر بتاعك، وازاي البراند فيتشرز دي بتحل المشكله او بتطور من السيتويشن بتاع الكاستمر بتاعك. خامس خطوه انك بتعمل كومباين لكل ده عشان نخش على سادس خطوه. خامس خطوه ان انت بتعمل كومباين لكل ده تقدر تكتب دلوقتي البوزيشننج ستيتمنت بتاعتك. ان سادس خطوه ان انت بتبدا تعرضها على الستيك هولدرز والتارجت اودينس بتاعك، ولازم تكون منفتح جدا للفيدباك بتاعهم، لان البوزيشننج ستيتمنت دي هي اللي بتعبر وبتميز البراند. فلو الستيك هولدرز والاونرز مش حاسين بالجمله او ما انت فهمتهمش صح ممكن تتناقش معاهم لحد ما توصلوا لاحسن بوزيشننج ستيتمنت. طيب البوزيشننج ستيتمنت هي ليها فريم ورك كده معين او بالبلدي تمبلت بنكتبه بيها، وهي ان this brand for target customer who اللي هو مين statement of need or opportunity، وبعديها the product name أو اسم البراند بتاعك، بعديها الكاتيجوري، وبعديها بتكتب الكي benefits بتاعتك. على عكس unlike، شوف حاجة المنافسين بيعملوها بشكل تقليدي وانت تميزت فيها واكتبها. بعديها بتقوم كاتب ان البرودكت بتاعك، تكتب بقى الستيتمنت بتاع الديفرنشيشن بتاع البراند او بتاع البرودكت او بتاع السيرفيس بتاعتك. بالمناسبه الفريم ورك ده برضو كان مارتن نيومر عمل
حاجه شبيهه جدا ليها. ممكن تستخدم ده، ممكن تستخدم الفريم ورك بتاع مارتن يومر، بس في الاول في الاخر الاثنين بيكتبوا البوزيشننج ستيتمنت. طيب دلوقتي احنا عرفنا كل حاجه عن البوزيشننج ستيتمنت، بس محتاجين نعرف هي مهمه ليه جدا للبيزنس. لما تشتغل على البوزيشننج صح فعلا، لو عندك تيم سيلز فالسيلز سايكل بتقل، لان اوريدي الناس او الكاستمر عارفك وعارف البراند بتاعك وعارف البوزيشننج بتاعك، او على الاقل هو مميزك عن المنافسين بحاجه معينه. تاني حاجه الثقه بتبدا تزيد شويه، ما يبقى في براند مختلف ومميز عن باقي المنافسين اللي في السوق، واخش ادور واشوف الويب سايت بتاعهم، انستجرام بتاعهم، السوشيال ميديا بلاتفورم بشكل عام. فبالتالي لما اشوف التاتش بوينتس دي ثقتي بالبراند هتزيد. تالت حاجه الاعتراضات على السعر بتقل جدا. هديكم مثال بسيط. في براند اسمه ليكويد ديث، ده براند بيقدم ميه عاديه جدا في كان، بس هم لعبوا على تركايه حلوه جدا، ان هو ما لعبش في ازاز المايه البلاستيك العاديه، بالعكس هو حطها في كان. البوزيشننج بتاعه كان مختلف تماما، اخد الميه في حته تانية خالص. ابتدى يلعب على فكره ليكويد ديث، وان اسم البراند لوحده يخض اصلا. تقريبا الميه دي بتتباع ب $4، من اعلى 4 اضعاف سعر الميه العاديه، ومع ذلك الناس بتشتريها علشان البوزيشننج بتاعه مختلف. رابع خطوه الماركتنج بيبقى اسهل شويه، لان اللي بيجي يشتغل الماركتنج لما يشوف الانفورميشنز دي كلها وان البراند اوريدي عنده بوزيشننج مميز، فبالتالي الماركتنج بيبقى اسهل شويه. فبالمختصر المفيد انت ما بقتش محتاج تشرح للناس، هي اوريدي الناس عرفتك خلاص. فقبل ما الديزاين، قبل ما تكوميونيكيت، قبل ما تشتغل في الماركتنج، انت لازم تشتغل على البوزيشننج بتاع البراند بتاعك، لان البوزيشننج هو المساحه اللي في دماغ العميل بتاعك. فابدا بالبوزيشننج اللي من خلاله هتقدر تطلع الديزاين او هتقدر تطلع الفيجوال ايدنتيتي بتاعتك. انا محمد توسن، براند استراتيجيست وكو فاوندر في جيمكس تيم، بساعد السي اوز والفاوندرز ان هم يبنوا البراندات بتاعتهم بشكل احسن. فما تنساش تعمل فولو وسبسكرايب لو بتحب البراند استراتيجي. الحمد لله.